هذا مكان جريمه راكم. يعني انت شفتي ملي استدرج يعني كيف ما قلنا الضحيه شويه الميكرو خويا الله يرحم والديك. نعم خويا كما قلت لك كيفاش استدرجوا كيفاش جابوا كيفاش قطعوا خويا جايين عادي دخلوه حل بالساروت ودخلوه وقع ما وقع. كيفاش تقبلتوا نتوما هذه الجريمه؟ واحد الشخص اللي كان كيكون معاكم كيكون حداكم يقدر ياكل كيكون في جنابكم تدير هذه الجريمه. الضحيه صديق ديالي تا هو كنعرفو مزيان جالسو اي جريمه نظرك شنو هو الدافع اللي يخلي السيد يدير الجريمه؟ انا ماشي في نظرك كاحتمال في نظرك ماشي تخصصي انا باش نعرف اي جريمه ولا يكون السيد احمق عنده دوافع قويه للقتل وخصوصا القتل بحال هذا الشيء. واخا التصرفات كيديروا واحد التصرفات هنايا كيقول لك شويه كيخلع الناس هذا عنده. كاينين فيديوهات انه هنا كيقول كلام خايب هنا داخل هذه المراحل ديال المسجد وكيقلب هاد الاواني ديال الوضوء وكان عليهم يدخلوا قبل. واخا السي العربي يعني بزاف ديال الناس يعني انت قلتي ان السمسار يعني قبل ما انه يجي هنا شفتي شنو وقع ما غير قربنا اكثر. ما شفتش اشنو وقع. شفتي ملي كان داخل فقط. كيفاش كان داخل؟ واش دوا معاه واش داخل بوحدو واش كانوا مخاصمين برا؟ بعيد شويه انا بعيد شويه شفتهم غير داخلين كنعرفهم شفتهم غير من خلال الشكل ديالهم ديال عن بعد وانا ما كنشوفش مزيان وكنت داير نناظر. واخا بالنسبه لهذا السفاح هذا اللي نقدروا نقولوا ان بزاف ديال الناس قال لك انه مسطي مخشن العقلي، غير قربنا اكثر واش مخشن العقلي ولا عنده اضطرابات نفسيه؟ غير باش نوضحوا للمشاهدين اخويا العزيز. العقلي معروف العقلي ولكن المخشن العقلي اش كيدير في الجامعه اخويا العزيز؟ الناس كتخاف منه اخي لان شويه كيتصرف بعنف البنيه ديالو قويه كيخافوا منه الاغلبيه كيخافوا منه ما كيقدروش. واخا كيتصرف بعنف واش دائما ولا كاين بعض اللحظات كيكون فيها انساني عادي؟ حالات العنف ما كتكونش ديما عند الناس اللي مراد مره حالات تيتزاد عليه واخا بالنسبه لهذا السمسار اخويا العزيز واش دائما كان كيجي هنا الجامع ولا هو كيجي غير مره اخويا؟ ما نظنش انه عمرو صلى داك السيد كاع ما كيجيش الجامع. صلى ما عمرنيش شو صلى انا والله ما شفت بالله. انت كتقول ان ولكن يعني عمرو كان كيصلي في الدار ديالو ولا هذا يعني عمرو ما جا الجامع. فنظرك شنو النوع ديال العداوه اللي غتخلي انه واحد يقتل واحد راه قطعوا طراف اخويا العزيز. هو ما كانش تربطوا به شي علاقه باش يجي للمسجد هنا ولا هذا ولا طبيعه الحرفه ديال الاخر لانه كان خدار ما عندوش به شي علاقه. واخا خويا قلتي قبيل انك كتحمل المسؤوليه المستشفى الرازي، واش نقدروا نقولوا انه ملي كان كيتعصب كما سمعنا انه كيروح لبواز الدار ديال الوضوء كيهرس واش كان كيجي للسبيطار كتجي لومبيلونس تهزو ولا لا؟ السلطات بعض المرات كيوصلوه كيدقوا له شي بلا وكيعاودوا يطلقوه. حنا كنعرفوا هذيك البلا ما كتاثرش فيه. يعني البرا هي قلتي لي انه شي شوفاش كيدير ما كيعجبوش اخويا. خلال بصراحه من خلال المحيه ديالو باين بانه انسان مريض. واخا هذا السيد مريض وحاط في واحد المكان اللي هو ولو ما الحاد فهو تابع للمسجد خاص عنده واحد الاحترام حتى هو خاصو يتحترم. فواش الساكنه او المستعملين هذا ما واش ما داروش واحد العارضه استنكاريه باش يتحيد بقوه القانون ولا هي كاينه مجموعه العارضات اللي دازت هنايا بن حمد وانا من بين الناس اللي مشاو عند القايد على اساس يديو السبيطار غير مؤخرا قبل بشي 5 ايام وقال لك سعد القايد بالنوعيه بحال هو واخا السي العربي الرازي ما كندي خلي يكمل السيد كيعاودوا يقولوا برا ويطلقوا. سمعنا شريف باللي دوك الاحذيه ديال المصلين في يوم من الايام كان هزهم وخلاهم بلا. سمعت انا بانه سرق شي احذيه يعني شفر الناس الصوابط ديالو. واخا السي العربي غير باش نكونوا الطاجين القضيه ديال الطاجين الميكانيسيين هو هذا ماشي شفر لي اخويا كان معايا الطاجين باش كيجمعك الطاجين عاود كيفاش القضيه ديال الطاجين حتى دارت البوز اخويا. كاين اللي قال لك انه شفر لك الطاجين كاين اللي قال لك دير لي الطاجين ولا قلت لك شنو قال لك اخويا. ما شفرش اخويا بالعكس انا مسالم معايا بزاف كيف غير بغيت تعشر مسالم معايا بزاف اذا كيحترمك انت كيحترمك يعني كيقول لي السيفلان يعني ما لاحظتيش هذه المده هذه قصيره من رمضان لهنا ما لاحظتيش تغييرات في وجهه العلامات يعني انه غير ارتكب شي جريمه او معروف ملي كيمرض كيبان من خلال وجهه انه مريض باين الشوفات ديالو ما كينعاش هو كيقول لي انا ما كنعاش مره كيدير واحد الكمامه كيولي عنصري شويه. واخا السي العربي غير باش نوضحوا واللي ما كيحملوش كيعايروا ويسبوه. واخا وسمعنا واحد الكلمه بغيناك توضح لنا انه ما كيبغيش بعض الشواذ وبعض دوك الناس اللي كيكونوا شويه عندهم ميول
ما كيحملش هو مثلا الناس بحال الشاب اللي يكون شاب ولا شي شوافه ولا شي وحده ما مزياناش. وخاصنا نعرف شنو اخر حوار دار بينك وبين هاد السفاح اللي قتل، غير اخر حوار دار بيناتكم ما نطولوش على كاس العالم. اخر حوار كيجبد بزاف الاسماء، فلان بو غادي نقتلو، فلان غندير ليه، فلان غنفعل ليه. ديال كلمات القتل ديال القتل يشوف فيه شي واحد يعايرو. اذا كلمات القتل ديما كاينه على مرة كتردد على انتقام ولكن تمرد وديرها. شنو الرساله تقدم على مستوى اقليم السطات، الرساله للعامل بالنسبه للوطن ديالنا الصين، بالنسبه للوطن ديالنا كامل، هو خصنا نقادوه. او خلي راه كيتكلم احنا نجيو عندك السيف، احنا نجيو عندك. تداخل هذه الحديقه هذه من كاين هذه المراحل، كاينه واحد المجموعه ديال الكلاب الضاله اللي كثيره، كاين بزاف د الحوايج خاصها تقاد، كاين بزاف. اما ماشي عاد الحمق اللي كاين، راه الحمقى كيلوحوهم في مستشفى الرازي في الشوارع، كيلوحوهم المغرب صايب فيها واخا خويا يعني كما قالوا ناخذوا كلمه ديال السيد، خصو يكون تدخل مسبق، يكون السبق باش ما نطيحوش بحال حنا كنطيح البهيمه هذيك هي ما هي صحيحه واخدين بواحد الطريقه ارهابيه، طبق الشريعه لراسو. برافو اللي كاين اخويا. هاد المدينه كامله كرم، كامله جود، كامله رجوله، كامله اخويا. ما نقولش لك هاد المدينه ما فيهاش الخيب، راه فيها الزوين. اكيد صالح وطالح، شوفوا كيفاش فيها الشباب ما شاء الله طاقات. هاد المدينه تفكر الله. شوفوا الصحافه، شوفوا لونطري ديالها كي داير، شوفوا الدخله ديالها، شوفوا الحفاري ديالها كيفاش دايرين، تفكروها. ماشي ما عندناش مونديال وكاس افريقيا في مراكش واكادير، هادشي بن حمد محسوبه على المغرب. تفكروها حتى هي وديروا بها واحد الدوره. الناس علاش مشى جاب بن حمد كتسوفري بنادم، كلشي في القهاوي، حتى واحد ما خدام. عطينا شي وزين كاين هنا في بن حمد، كلشي خدام في برشيد، كلشي كاين اليد العامله ولكن راه ما كاينش. كلشي في القهاوي يا خويا، كلشي في القهاوي، كلشي جالس، كلشي عنده عائلات، كلشي مزوج، كلشي كيسوفري. شوف خويا الا هاد المدينه تفكر الله بهاد الجريمه، وهاد الجريمه الشنعاء، هاد البشعه اللي هزت المغرب، هاد الجريمه الجريمه الكحله، تفكروها حتى نتوما كصحافه، قنوه بها، قولوا هاد المدينه اللي كتسوفري والشباب ديالها كيسوفري، كيتمحن بلاد، الشباب ديالها كيتمحن، تفكروها بهاد الطريقه هادي. هذا راه غادي يلقى الجزاء ديالو اكيد في الدنيا وفي الاخره. والناس ديال السلطات المحليه راه خدامه، فهمتي؟ السلطات المحليه راه ما نعسوش. كنتسناو شي نهار انه غيمشي لهذا العدد كبير، حاجه انا كنت كنتظر انه مدينه البيضاء قال لك